يعني مفيش منتخب مغربي يخسر له ماتش. المنتخبين بيكسبوا، منتخب بيكسب الكويت ومنتخب بيكسب الكونغو، واحد حتى يخسر ماتش زي ما احنا بنعمل. يا جماعة الدنيا خربانة في الخليج، في الإمارات تصطصوا القطريين بالآيفونات، بقى يتصطصوا بالآيفون من المدرجات، دنيا خربانة. يعني ماتش الرجراجي يواصل الانتصارات، 16 انتصار. عندنا بلاوي سودة في الكورة. جاء وقت الأكل. المنتخب الشباب مع المنتخب الفرنسي، وجاء وقت الأكل الديك الفرنسي غدوة إن شاء الله. بكرة موعدنا مع منتخب الشباب والمنتخب الفرنسي. ولكن نرجع كده قبل ما نخش على التوقعات ونخش على اليوم الساخن النهارده في المونديال ما بين الخليج وما بين ماتشات المنتخبات المغربيه. شفنا النهارده احداث كتير. المنتخب المغربي بيلعب مع المنتخب الكويتي بعد ما لعب ماتش مع المنتخب المصري، بيكسب النهارده الكويت بالعافيه 1-0. خليج النهارده، والمغاربه بقوا يحبوا الخليج في كره القدم لانه بيجوا ما بيهاجموش. ولكن معانا احنا البحرين بعد ما وقفت يومين ثلاثة دفاع قدام المغرب، معانا احنا بقى مستقلين بينا، فاتحينها على البحر وعمالين يجروا عايزين يكسبوا. مصر دبتهم 4. تيجي بقى للمنتخب الرجراجي النهارده بيواصل الفوز رقم 16 مباراة فوز، 16 مباراة ما فيهمش تعادل. خلي بالك المغاربه مش بس يخوفوا، ما بيتعادلوش يا جماعه، مش زينا احنا بيقعوا ماتش. يعني مثلا 16 ماتش تلاقي يعني فيهم ماتش كده تعادل، ماتش كده حنين يبقى اللعيبه مش فايقه. ولكن خماش راجع يخربها. شاكرين اللاعب اللي في الاولمبياد ضحك لنا ضحكه صفرة كده، رجع تاني، كان متصاب ورجع بالسلامه، والنهارده كان خاربها. وده خماش ده عنده 21 سنه، ده يبقى جناح، واي جناح ده هيخربها مع المنتخب المغربي. الولد ده الكرة بتحبه، والنهارده هو كان احسن. لا انا من وجهة نظري عودة خماش هو مكسب اللقاء. ولكن تقول لي بقى الكونغو مع المغرب النهارده، تحس كده ان الرجراجي يعني مش عارف فيه ايه، ولكن برضه مش هي دي الشراسة، مش هي دي القوة. يعني تحس مش عارف يجيب هدف. الماتش اللي فات بيكسب البحرين بالعافية، النهارده بيكسب برضه 1-0 بالعافيه. يعني المنتخب المغربي يطمن المنتخب المصري، يقول له انا مش، يعني مش انا المنتخب الشباب اللي خاربها في كاس العالم. يعني ممكن نقدر نتعامل مع بعض، نقدر نتفاهم لو لعبنا النهائي مع بعض، ممكن يبقى عندك امل. انا ليه ببص على المنتخب المغربي كده نظره مستقبليه؟ لان انا شايف ان المنتخب مش هو العالي قوي، ولكن انا شايف ان ممكن اللعيب في كاس افريقيا يطلع مستواه لاعلى من كده. ولكن بالوضع اللي احنا شايفينه ده حلو وانا احب كده لما احنا نلعبه. يعني ان شاء الله لما يكون نهائي كده مصري مغربي، لا هيبقى في كلام. انا اطمنت ازاي؟ يعني لو خسرنا مش هنخسر 4-5، ممكن ضربات جزاء 2-1، 1-0، المهم مغلوب انا عارف. ولكن ممكن بقى ربنا يكرمنا حكم ابن حلال كده، يكون المغرب دبة منتخبه 5-6، ويجي الحكم يحكم الماتش، فربنا يكرمنا يغلط ويدينا ضربة جزاء، يلغي لنا هدف، كارت احمر، يبقى معانا سنة زي ما بنشوف، زي ما ربنا يرزقنا يعني بحكم زي دول يقف معانا شوية كده قدام اخواتنا المغرب. وبعدين احنا اخوات، سواء احنا كسبنا او انتوا هنفرح. انا عن نفسي المغرب لو كسبت والله العظيم هفرح. لو كسبت مصر هتفرح. بصوا هو اليوم ده هبقى زعلان شوية، ولكن هفرح لكن انا كمصري اتمنى ان احنا ناخد البطولة. ولكن لو اتغلبنا الجيل ده، الجيل المغربي ده فرحنا في كاس العالم، فعشان فرحنا في كاس العالم نحتفل معاه ونبارك له على الفوز. ولكن ده ما يمنعش ان احنا هنتنافس وهنلعب ونتمنى الفوز، مفيش مشكله. وانا موجود في المغرب وان شاء الله ربنا يسترها. طبعا الفيديو طويل ما خلصش كده، لا ده احنا هنكمل بقى، نخش على المدعكه. وجاء وقت التوقع الناري، واللي عايز يكمل معانا بقى التوقع وفيديو منتخب الشباب بعد الفيديو ده، ولكن هتتابعوه على قناه اليوتيوب. كملوا معانا الحلقه وكملوا معانا الفيديو على اليوتيوب. جاء وقت الاكل للمنتخب.
توقع مباراة المغرب وفرنسا خلاص بعد الفوز على اسبانيا والفوز على البرازيل والفوز على كوريا والفوز على امريكا، جاء وقت الاكل. خلاص الواحد لما بيشتغل كتير بيتعب، وطالما تعبت واشتغلت لازم تاكل. مش هتلاقي احسن من انك تاكل الديك الفرنسي. لازم بكره يتعمل عليه كسكسي. تقول لي ده بيتعمل الجمعه، اعمل عليه البتاع الاكله اللي بتتعمل بالمسمن دي بالفراخ، مش هتلاقي احسن من الديك. هتقول لي دي بتتعمل يوم الاحد، اعمل عليه اي حاجه. شوف الاربع بيتعمل ايه. ولازم من بكره تكسب فرنسا. فرنسا بكره لازم تتاكل اكل، مش لازم انك انت تكسبها، دي انت لازم تاكلها. جه وقت انك انت تاكلها، طلع الطاقه اللي جواك. ماتش قطر اللي اتاخد سياسيا، فبكره لازم تاكلها. بعدين اكتر من 70 80% انت هتلاعب افارقه، مش هتلاعب فرنسيين، هتلاعب ناس افارقه. تخيل نفسك بتلاعب جنوب افريقيا، ولا بلاش جنوب افريقيا عشان بتكسبكم. تخيل نفسك بتلاعب مصر، دي تفتح نفسك هتقول لي مصر بيضة، بيض مش سود. تخيل نفسك بتلاعب نيجيريا، تخيل نفسك بتلاعب، انتوا مش لسه كسبانين الكونغو النهارده، تخيل نفسك بتلاعب الكونغو، تخيل نفسك بتلاعب النيجر، تخيل نفسك بتلاعب اي منتخب افريقي بكره. مش لازم فرنسا. ولو فرنسا كسبت النرويج بالعافيه 2-1، 2-1 بالعافيه، ونتيجتها كانت زي الزفت في دور المجموعات، ده كانت هتصعد الثالث. انت بكره خلاص، احنا هنقول ايه؟ خلاص المنتخب المغربي خلانا نتفائل. انا كنت جلجان في ماتش اسبانيا، كنت جلجان في ماتش البرازيل، كنت مرعوب من ماتش المنتخب الكوري. بصراحه انا قلت سرعات كوريا بيجروا جري، العيال بيبقى عندهم لياقه وبيجروا، ولو لسعوا جون مش هنعرف نعوض. ليه؟ لان هم سرعه، وده حصل. وسبحان الله، انا لا اتخيل، انا لا استبعد ان الكره المغربيه فيها عفريت، فيها عفاريت. انا في كل ماتش بشوف كره بتعدي من يانيس شاوش اللي هو حارس مرمى المنتخب المغربي، وبيصدها المدافع. في الاربع ماتشات الكره بتعدي وداخله الجون، وبيبقى في اول الماتش والمدافع اللي بيطلعها. في ماتش امريكا في اول دقيقتين اللاعب هو اللي صد الكوره. في ماتش كوريا في اول دقيقتين المدافع هو اللي مطلع الكوره. في ماتش البرازيل الكوره معديه والمدافع اللي مطلعها براسه بعد ما بتعدي من الحارس. في ان اللعيبه بتصد. فبسم الله ما شاء الله معانا حاجات كتير، معانا عفاريت بتلعب، معانا توفيق ربنا ودعاء الوالدين. بصراحه ربنا موفقنا، وربنا مفرح الشعب المغربي، شعب طيب يستحق الفرحه. ربنا موفقنا، ربنا موفقنا وسترها معانا، ومحدش بيعرف يجيب فينا هدف غير بضربات الجزاء. احنا بكره مش عايزين الكارت الاخضر ده يبقى ضدنا. اللعيبه تركز، هتاكل الديك الفرنسي اكل، هيتعمل عليه بسطيله، هيتعمل عليه كسكسي، هتعمل عليه اي اكله بكره. عايزين نطلع بكره بعد الماتش ناكل، عايزين ننام شبعانين، عايزين ننام واكلين، عايزين نكسب فرنسا بكره، نضرب موعد مع الارجنتين. انا شايف النهائي ده، انا شايف ومش شايف اي نهائي غير المغرب والارجنتين، وده هيبقى نهائي. يا نهار اسود على ده، نهائي، نهائي عملاق، نهائي يليق بكأس العالم. خلاص المغرب في قطر كان المربع الذهبي، فرنسا الارجنتين المغرب، برضو للشباب في تشيلي، فرنسا الارجنتين المغرب. خلاص المغرب بقى منتخب عملاق عالمي، خلاص لا يقل عن اي منتخب في العالم. يبقى النهارده كان يوم مغربي، المنتخبين بيكسبوا زي الخميس اللي كان كله مكسب للمغاربه، كلهم كسبوا. فان شاء الله يتممها على خير منتخب الشباب. وجاه وقت اكل الديك الفرنسي. تتوقع يا اهلاوي كام النتيجه وخلصنا عشان نخلص؟ طولنا كده. هو المنتخب معودنا على 2-1 2-1 2-1، يعني دايما بيكسب 2-1. انا اقول لك بكره ان شاء الله هنكسب نتيجه حلوه، نتيجه حلوه. انا متفائل، وطالما متفائل ان شاء الله هنكسب. اللي كنت خايف منهم كسبناهم، فانا ما خفتش ماتش امريكا، وطلعت قلت لك ايه، انا متفائل. فماتش فرنسا انا شايف ان احنا مش هنكسب، احنا هناكل فرنسا، يعني مش هنكسبها بس هناكلها اكل. واشوفكم بعد